بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات معهد سينا العالي للسياحة وفنادق راس سدر. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على أهم التعليمات عن كيفية حل ورقة إجابات امتحانات نظام البابل شيت أو التصحيح الإلكتروني. أول حاجة، كل طالب هيجيله ورقتين، ورقة فيها ورقة أسئلة، ورقة إجابة بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده شكل ورقة الإجابة. ورقة الإجابة بيبقى فيها أقسام معينة. عندك القسم العلوي لورقة الإجابة هتلاقي عندك QR ده فيه بياناتك الشخصية، ما تقربش ناحيته تماما. هتلاقي عندك اسم الطالب في الجزء العلوي اللي هو الجزء هتلاقي ده هنا اسمك، ولازم يكون اسمك، وتتأكد لما تجيلك الورقة ان الاسم ده هو اسمك. وهنا رقم الطالب اللي هو الكود الخاص بالطالب، زائد رقم الجلوس، هو رقم الجلوس الخاص بيك اللي موجود على الديسك قدامك. الجانب الاخر هو التعليمات. هنا في التعليمات بيقول لك استخدم القلم الجاف الاسود او الازرق لتظليل الدوريات، ويمنع نهاية التظليل على اكثر من اجابة، وما تقربش ناحية QR. عندك في ورقة الاجابة 10 QR: 1 في بياناتك الشخصية، 2 في بيانات ورقة الامتحان او البيانات السفلية، عندك 4 مع كل سؤال، دول خاصين بالأسئلة اللي موجودة في الامتحان. كل سؤال من الأسئلة بيبقى خاص بيه 4 QR. ال4 QR أو ال10 QR اللي موجودين في الورقة كلهم ما ينفعش تقرب عليهم نهائيا أو تيجي ناحيتهم خالص، وما ينفعش إن أنت تكتب عليهم أو تشخبط أو الورقة تتني منك ناحية الأماكن اللي موجود فيها QR. طب ايه اللي انت هتعمله في الورقه، او ايه اللي مسموح ليك، او الاماكن المخصصه ان انت هتكتب فيها؟ عندك اول حاجه بتكتب اسمك في الجزء الخاص باسم الطالب في الجزء زائد الرقم القومي بتاعك اللي هو مكتوب على البطاقه الشخصيه بتاعتك او على الكارنيه الخاص بيك، زائد ان انت هتوقع في الجزء السفلي اللي هو تحت كلمه التوقيع في الجزء السفلي للورقه. طبعا الختم دي مالكش علاقه بيها لان هيبقى فيه هنا ختم المعهد، زائد الأسئلة بتاعتك، وهتجاوب على نقطة واحدة من الأسئلة اللي قدامك. أخطاء كتير ممكن تقع فيها، زي إن أنت ممكن تصحح أو تعلم أكتر من دايرة، وممكن تعلم الدايرة بشكل خاطئ. هوريكم دلوقتي إزاي تتجنب الأخطاء في حل أو تظليل الدوريات. دي شكل ورقة إجابة. الإجابات اللي فيها كلها محلولة بطريقة خاطئة. عندك مثلا السؤال الأول، هنا السؤال مثلا محلول فيه إجابتين، طبعا إجابتين بيتحسبوا غلط. طبعا السؤال هنا التظليل بشكل عشوائي، ان انت تظلل الدايرة بشكل عشوائي او العلامة اللي انت بتظللها تخرج بره الدايرة، ده مرفوض تماما. زائد ان انت تحط خط تحت الدايرة، ده مرفوض، ما ينفعش ان انت تحط خط، لان الإجابة الصحيحة زي ما احنا قلنا ان انت تظلل الدايرة بالكامل. طيب الأخطاء الأخرى، مثلا لو طالب حل إجابة والإجابة طلعت خطأ، فبيعمل عليها غلط بالشكل وبعد كده بيصححها تاني، هذا الحل مرفوض تماما. ما ينفعش ان انت تحل الإجابة وبعد كده تمسحها او تشخبط عليها وتكتبها تاني، وممنوع استخدام الكوريكتور نهائيا في ورقة الإجابة. تاني حاجة، السؤال اللي بعد كده مثلا، ما ينفعش ان انت تعمل علامة صح قدام العلامة اللي انت هتختارها. ما ينفعش ان انت تختار اكتر من علامة. يعني مثلا السؤال ده صح وغلط، هيجي لك علامتين، العلامتين اللي هو التي اللي هي ترو، اف اللي هي فولس. دي هتلاقيها في المواد اللي باللغة الانجليزية او الفرنسية فقط، ولكن باللغة العربية بيجي لك صح او خطأ، اللي هي حرف الصاد وحرف الخاء. ده هنشوفه برضو في الامتحان اللي باللغة العربية، هوريه لكم برضو كمان شوية. تاني حاجة، ما ينفعش ان انت تعمل دايرة حوالين الدايرة. ما ينفعش ان انت تظللها وبعد كده تعمل عليها دايرة. ما ينفعش ان انت تظللها وتعمل تحتها خط، او تعمل علامة صح، او تعمل اي علامة تانية. يبقى الاجابة الصحيحة زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنظلل الدايرة بالكامل، وما ينفعش تجاوب اكتر من اجابتين. طيب ادي شكل الاجابة، ادي شكل ورقة اجابة، والحل فيها بالطريقة الصحيحة، ان انت بتظلل الدايره بتاعتك بشكل كامل، يعني الدايره كلها تختفي. وما ينفعش تستخدم غير القلم الجاف الازرق او القلم الاسود. ما ينفعش تستخدم القلم الرصاص. القلم الرصاص فقط ممكن تستخدمه ان انت تظلل
مكان إجابة معينة لحين التأكد منها. بعد كده تنقل، بعد كده تظلل العلامة بعد كده باللون بالقلم الجاف عادي يعني. ولكن ورقة الإجابة ما ينفعش تستخدم فيها غير القلم الجاف الأزرق أو القلم الجاف الأسود فقط. ده شكل ورقة أسئلة محلولة محلولة بالقلم، محلولة باللغة العربية. ده شكل الإجابة باللغة العربية. هتلاقي رقم 1 ده سؤال اختيار بين متعدد، هتلاقي عندك ألف ب ج د والسؤال الصح وغلط. السؤال التاني هو صح وغلط، هتلاقي حرف الصاد وحرف الخاء دي معناها صح والخاء معناها خطأ. أما امتحان اللغة الإنجليزية بيجي لك بالشكل دوت. واحد هيبدأ طبعا من الشمال لليمين، واحد A B C D، وهيجي لك في ورقة الأسئلة نفس الحروف اللي هي موجودة قدامك دلوقتي. 2 السؤال التاني اللي هو صح وغلط true and false، حرف الT اللي هي true، حرف الF اللي هي false اللي هي غلط، حرف الT true صح. فبتختار إجابة من الإجابات اللي قدامك دلوقتي. يبقى اتأكدنا إن ورقة الأسئلة لازم يكون فيها اسمك ورقم الجلوس الخاص بيك والكود بتاعك يكون صحيح. ما تكتبش على اي QR موجود تظليل العلامة بشكل كامل، وما ينفعش تجاوب اكتر من اجابتين، وما ينفعش تعمل دايرة او خط او اي علامة تانية على ورقة الاسئلة. تتأكد ان انت كتبت اسمك جنب الاسم بالكامل، والرقم القومي جنب الرقم القومي، والتوقيع تحت كلمة التوقيع الخاص بيك. وان شاء الله اتمنى لكم امتحانات موفقة باذن الله.